ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. شايفين بقى كده محشي ورق العنب وجماله، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وطريقة بقى تفريز ورق العنب عندكم في فيديوهات الشورتس كنت منزلاها في ايام العيد الاضحى. بنعمل بقى كده محشي ورق العنب، وطبعا الخلطة المحشي كنت عاملاها معاكم كذا مرة على القناة، فبدأت كده بالحشو كده على طول. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو إن شاء الله يعجبكم في كل وصفات عيد الأضحى اللي أنا عملتها من مطبخي. بس بصراحة الفيديو كان على في مجموعة الفيديوهات، بس مكانش لسه اتمنتج. هنا بقى قلت امنتجه وانزله بصراحة قبل ايه ما نعمله، يعني وصفات سهلة كده وسريعة، علشان الدنيا حر يعني وكده، مش مستحملة بصراحة الفيديوهات الكبيرة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وحشينا كده ورق العنب، وحطينا العقد بتاعه، وحطينا برضو محشي الكوسة وحطيناه في الفرن. وهتطلع بقى صينية الكوسة زي ما قال الكتاب. احنا بنحب كده محشي الكوسة مع ورق العنب مع شوربة طبعا، او لو ما فيش شوربة عادي ما فيش مشكلة. بس عايزة اقول لكم اللي انا لما باجي اسقي محشي الكوسة العقد بتاعه، مش بسقيه شوربة، بسقيه مية وفيها معلقتين من الصلصة، وفيها مكعب مرق او مكعبين مرق، حسب يعني ايه كمية الكوسة اللي معايا. بس محشي ورق العنب بسقيه شوربة، ومحشي الكرنب طبعا روحه الشوربة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شوية محشي ورق عنب وكوسة زي ما قال الكتاب، بيتكتك كده بقى على النار. وطبعا كلنا بنعشق محشي ورق العنب، والصوابع هي صغيرة، بس هي الكاميرا لما بتقرب من الحاجة بتكبر ايه الحجم شوية. هنا بقى المحشي بتاعنا كان استوى، نطلع بقى كده وندوق معاكم حاجة كده بسم الله ما شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باشتراك للقناة ولايك حلو منك، وتسيبيلي دعوة من قلبك بتفرحني وبتسعد قلبي. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. مجموعة وصفات هتعجبكم من مطبخي، مطبخ شمس النهار، قناة الزمن الجميل، فيها كل ما هو جميل وبسيط من أكلات زمان وأكلات ست الكل، أمي الله يرحمها. شايفين بقى كده الفلفل وجماله، الفلفل الطويل ده بيدي للمحشي نكهة جميلة وريحة حلوة، وبتبقى فيه نسبة حرقية كده جميلة ومسكرة بجد. بيبقى كمان بيغطي على الفلفل الرومي، احب احط الفلفل الرومي مع الكوسة. عايزه اقول لكم برضو محشي البدنجان والفلفل بس ايه برضو ميه بمرقه بصلصه، مش بس ايه شوربه. هنا بقى المنبر بتاعنا القمر، ودي اختي هي اللي بتحط الاكل. يا رب كده الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم بقى إيه تفتكروني كده بدعوة حلوة من قلبكم. وصفات الزمن الجميل مع شمس النهار، وطبعا كانت الاول نور عيني، يعني كان القنوات زي العسل، والفيديوهات قمر فيديوهات زمان، واحلى اكل زمان، واحلى ريحة اكل زمان من ايد امهاتنا وبنفس امهاتنا في المطبخ. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شفتوا المنبر وجماله، وهنا كمونية الكرشة وجمالها، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. بالحمص بقى، يعني شوفوا ولون الصلصة عامل ازاي، والحتة كده متقطعة صغير على قد المعلقة وعلى قد قطمة البق، مع الرز بشعرية، حاجة كده تحفة وحاجة كده قمر. ولما بغسل الكرشة وبعد كده بنقعها بالليمون، بشوحها مش بسلقها، بشوحها ببصلاية وحبة ملح وحبة فلفل، واسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تاخد 3/4 تسوية، والربع التاني بطيبها في الصلصة. بتبقى تحفة وزي العسل. شايفين جمالها وحلاوتها، الشكل بيتكلم عن نفسه، حاجة كده بسم الله ما شاء الله.
عايزه اقول لكم اما كنت بعمل الكرشه ديت كان احمد ابني ما كانش بيقعد معايا في البيت، يسيبني ويروح يبات عند امي او عند خالته، ما كانش يطيق ريحتها. بس بجد يعني انا عمري ما يعني يعني بعملها من غير ريحة اي زفارة ولا اي حاجة، بتبقى كده بسم الله ما شاء الله. غسيل ونقع بالليمون وتشويح بالبصلة والفلفل والملح بيخليش فيها اي ريحة زفارة. هنا بقى اللحمة المشوية بتاعتنا. طبعا انا بحب اشوي اللحمة بتاعتنا في الكيس الحراري، بيخليها كده طرية وجوسي. مش بحب بصراحة احطها على الشواية كده على طول، مع ان عندي شواية بالكهرباء، بس والله العظيم مش بحب احط اللحمة يعني على الشواية، بحس انها بتنشف وبتقدد. بحب كده احطها في الكيس الحراري، تاخد وتدي مع نفسها وتبقى طرية كده وجوسي زي ما انتوا شايفين كده. مع السندوتش القمر بتاعنا بقى، وسلطة الطحينة وشوية شيبسي كده، تحبشي كده حواليكي، تدي للأكل ايه، طعم وريحة ونكهة جميلة. مش عايزين بقى ننسى طبق البامية القمر بتاعنا، بامية باللحمة او من غير لحمة بتبقى عادي، بتبقى جميلة. يعني البامية بالذات بتتاكل سواء بلحمة او من غير لحم. الحاجة الوحيدة اللي هي في نوع الخضار يعني. هنا بقى الملوخية بتاعتنا القمر، وملوخية يعني مخرطة. المخرطة بتديها عرق كده وبتديها كده طعم زمان كده ونفس أمهاتنا، بتبقى حاجة كده بسم الله ما شاء الله. مش بحب أعملها في الكبة، بحب أخرطها بالمخرطة. واوعي تنسي الشهقة بقى كده الجميلة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وتحطي كده في الطاجن، يعني حاجة روعة فوق الروعة بشوية. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يعلى يا بنات عن أكلات زمان وأكلات أمهاتنا وأكلات الزمن الجميل. وطبعا احنا بنعشق الكوسة، وبحب أحطها كده في البرام أو الطاجن، وادخلها الفرن بعد ما اديها كده دقايق غلو على البوتاجاز، بلحمة بقى من غير لحمة بتبقى طعمة وجميلة. يعني اي حاجة، يعني حطيتي لحمة محطيتيش لحمة، الكوسة بالذات بيبقى لها طعم كده خاص، بتبقى جميلة كده ومسبكة في الفرن وبتطلع كده زي العسل. هنا بقى طبق فتة. بيحل طبعا عيد الأضحى مش بيحلى إلا بطبق الفتة، واحنا مش بنحب نحط صلصة كده على الفتة، لا، الفتة بتاعتنا بتبقى بيضة كده بالخل والثوم، ومعلقتين شوربة كده على الخل والثوم، والرز كده مش شوح بالسمنة البلدي او الزبدة، انا بحب اشوحه بزبدة وشوية زيت مع فص مستكة وورقة لورا وفص حبهان. واديني بقى كده احلى طبق فتة زي ما قال الكتاب بالظبط. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ حاجة كده تحفة، وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. عمايل ايديا وحياة عينيا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بجد كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. بكرة اول محرم ينعاد علينا وعليكم بالخير. اول السنة الهجرية، هجرة الرسول من مكة الى المدينة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. وهنا الكفتة بتاعتنا وبالبطاطس بقى، تسيبي الكفتة وتاكلي البطاطس. وطريقة الكفتة كنت عاملاها في تفريزات رمضان، موجودة عندكم على القناة، تقدروا تخشوا كده على القناة وتشوفوا الفيديو بتاعها، هيعجبكم قوي. وطريقة سهلة وبسيطة، ويعني وبصوا بأقل الإمكانيات هتعمليها مع طبق كده الرز بشعرية، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. يعني عايزة اقول لكم لو ربع لحمة مفرومة بيعمل لك برضو كمية حلوة، وبتكون وجبة كده جميلة مع شوية رز، مع حتتين بطاطس او بطاطسيتين كده مكعبات، بتبقى زي العسل وبتأدي الغرض وبيبقى فيها بركة، وبتكفي والله أسرة كاملة. هنا بقى كنت عاملة مكرونة، وشايفين المكرونة بتاعتنا حاجة كده قمر، مع وراك من الدجاج زي ما انتوا شايفين كده، وطبق سلطة. لما حبينا كده نغير من اللحمة بصراحة قلنا نعمل كده. كان عندي كده اوراك في الفريزر، طلعتهم وعملت كده طبق المكرونة القمر دوت، وطبق سلطة. بحب اعمل طبق سلطة جنب المكرونة، بيبقى جميل كده وكله قيمة غذائية.
المكرونة بتاعتنا مفلفلة كده وقمر، وطبعا مش معجنة ولا لازقة في بعضها ولا اي حاجة، مسبكة كده وزي العسل. وهنا بقى الكبدة بتاعتنا القمر، كبدة بلدي بمعلقة سمنة بلدي وشوية رشة ملح وفلفل وقرن فلفل اخضر، وبس على كده. وده كان الفيديو بتاعنا، لو عجبكم سيبولي دعوة كده حلوة من قلبكم مع لايك حلو واشتراك للقناة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واستودعكم الله مع الف الف سلامة. باي باي.